زيادة المعاشات لتصل في حدود 20% وإضافة علاوة للمعاشات. تعالوا بينا نشوف الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهم متابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه استفاد معايا في القناة فضلا وليس أمرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. فيديوهاتنا كلها بتخص المواطن المصري ومصلحته. اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان يوصل للكل. ويلا بينا نشوف الفيديو اللي معانا النهارده. حاليا اكتر فئة بتهتم بها الدولة لتحسين اوضاع المعيشة لهم وتحسين اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق اصدار حزم واجراءات لتحسين معدلات الدخول لأصحاب المعاشات، وذلك لتواكب الارتفاع في أسعار التضخم وأسعار السلع في الأسواق. خصوصا الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيه الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين أوضاع هذه الفئة التي تتأثر تأثير مباشر مع غلاء السلع والخدمات. وخصوصا أنه في العام الماضي قرر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي نزول العلاوة في شهر إبريل، وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري وزيادة الأسعار. ولمواجهة هذه التحديات تم إقرار زيادة أخرى وهي في شهر نوفمبر 2022 اللي قرر فيه زيادة المعاشات 300 جنيه وزيادة المرتبات أيضا للموظفين. ولكن رأى بعض النواب أن قانون زيادة المعاشات الذي ينص على أن تكون الزيادة بحد أقصى 15% الذي ينصه قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 إن هذه الزيادة يجب أن تكون الحد الأدنى لها 15% وليس الأقصى. وتقدم النائب إيهاب منصور بطلب ذلك لمواجهة الارتفاعات الهائلة في الأسعار. كما تقدم بعض النواب بأن تكون الزيادة مساوية للتضخم حاليا، فقد تصل الزيادة مع نسبة التضخم المرتفعة حاليا في حدود 20%. ويجتمع مجلس النواب الأيام القادمة لمناقشة هذه الطلبات. فما تنساش دعمنا بمشاركة الفيديو واللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار المعاشات. والتوفيق للسادة النواب لمراعاة أصحاب المعاشات لمواجهة الغلاء والأسعار. انتظرونا، إلى اللقاء.